قصيدة من كلمات كاتم الأحزان عبد الملك السخيمي. القى الشاعر حمزة الضراب. قال عبد الملك مروان: يا وقت عايب ليش حملتني هم الليالي والأحزان، من زمان الصبا والهم جنبي مصاحب، والأسى صرت أنا وياه يا وقت. أخوان في بداية شبابي من وضع خارب، في بداية شبابي من وضع خارب، شاخت آمال عمري وانطوى حلم والهان، عشت عمري كسير القلب مجروح تاعب، من جميع النواحي كم تلقيت خذلان أول الحر، وذي لا زال الآن ناشب وسط قلبي رحيل الوالد الحر. مروان: موت بي فاجعه فاقت جميع المصايب، منها صرت متعقد ومقهور للآن، اكتسر ظهر عبده يومها والقلايب خيمت داخله، والحزن بالصدر نيران، شلت هم اخوتي والبيت واصبحت حارب ظرف هذه الحياة، وتجرع المر ألوان. سبت أرضي وفارقت أخوتي والقرايب صوب أرض الخليج، المملكة دار سلمان، قربة الويل ذي منها رأينا العجايب، والهموم الكبيرة والشجن سيف طعان، منها صار أخوهاي المكدر ولاغب كل ليلة وهو ضايق لوحده سهران، والذي كنت أعزه واحسبه خير صاحب باعني يا حسافه بيع بخسه مجان، صاحبي ذي حسبته درع وقت النوائب، وقت ضيقي تركني واتضح شخص خوان، كان له وسط قلبي قدر وعلى مراتب ما توقعت يخذل شخص حطه بالعيان، كم لأجله بذلت الروح وسويت وأجب ما قطع فيه جملي أو ذكر أي عرفان، ما تحمل ولا راعى ظروفي وحارب لجل عبد الملك ذي ما عشق غيره إنسان. حسبي الله عليك يا عز وأغلى الحبايب، كيف قلبك رضي يختار غير ابن مروان، روح ربي معك يا أخي ما عد بعاتب شخص خلاه، اسمع عبده يقتلب كاتم أحزان، ببتعد عنك وأنا ليس في البعد راغب، لكن القلب متنومس وما يقبل اثنان، ختم قولي صلاة الله من قلب راغب، تبلغ المصطفى ما لاح برقه بالأمزان، تبلغ المصطفى ما لاح برقه بالأمزان. سلامتكم.